حبيبي وعزيزي برج القوس وجمال وطيبة قلب برج القوس الجميل، أهلا بيكم وأحلى مسا على أطيب ناس في المجرة والمجرات اللي جنبينا. نقول توقعات ونصايح وتحذيرات الأسبوع الثالث من شهر يوليو تموز. إن شاء الله يكون أسبوع محظوظ ولوز اللوز. بس إيه، عايزكم تبقوا مركزين من الجمعة للجمعة، من يوم 14 ليوم 21. طبعا من أواخر الأسبوع اللي فات وبدأ نوع من الاستقرار، نوع من التغيير في بعض الأفكار، وهنا لسه الفرصة موجودة، لسه الأماني ممكنة لاستقرار أكتر، لتغيير في بعض الأمور اللي انتوا محتاجين تغيروها، تاخدوا قرارات جديدة، تبدأوا بدايات جديدة، تحلوا مشكلات قديمة، تغيروا قراراتكم في بعض الأمور اللي انتوا خدتوها غلط أو اللي اتصرفتوا فيها غلط. فرصة للتراجع، وأن تبدأ متأخرا أفضل من أن لا تبدأ، معروفة. وطبعا الرجوع عن الخطأ أفضل من الاستمرار فيه. المهم ركزوا إن دي فترة لتحسين الأوضاع بشكل عام، ده هتعرفوه بالتفصيل في توقعات برجك الجميل، فشوفوا الفيديو بتاعكم للآخر. في الأول هقول لكم كل جزئية في حياتكم أخبارها إيه خلال الأسبوع، بعدين هنقول كل يوم من أيام الأسبوع توقعاته ونصايحه وتحذيراته، وبأمر الله كله يعوض اللي فات والله أعلم. نبدأ بالحتة الإيجابية الجميلة المية مية، وجود الزهرة وجود عطارد الاتنين في برج الأسد، اللهم لا حسد. برج ناري زيه زيكم نار يا حبيبي نار، بيتكم التاسع. وجود الزهرة كوكب الحب والمال والجمال، يعني قدرة على البداية جديدة في أمر جديد له علاقة بحب، بعاطفة، بقرب من أهل، من أبناء، من حتة الشمال، الحب من حاجة عاطفية تلمس المشاعر، جذابين للجنس الآخر. وارد تعملوا اتصالات كتير، تعملوا مشاوير كتير لها علاقة بأمر عاطفي أو حاجة لها علاقة بالجمال والاهتمام بالنفس، راجل أو ست لا أستثني أحدا. ده غير الأمور المالية اللي فيها بدايات، فيها تراجع عن أخطاء، عن أفكار، نحوش كتير ونبعد عن التبذير. نلاقي الحظوظ بتيجي في الحب والمال والجمال، بس تلاقوها مربوطة بأمر تاني، حاجة لازم تغيروها عشان توصلوا للأمر ده، مشوار لازم تروحوه عشان توصلوا، مكالمة تعملوها عشان توصلوا. ما تأجلوش، ما تأخروش، ما تكسلوش، اعملوا اللي يطلب منكم، وعطارد هيساعدكم. عندك قدرة على التنظيم، على الإقناع، على التواصل، على التفاهم، على عرض الأفكار. وزي ما قلنا نار يا حبيبي نار، فأمر عائلي، عاطفي، عملي، مالي، جنسي، أيا كان، دراسي، أيا كان، كل واحد حسب طبيعة حياته. ما هو مش كلكم زي بعض، مش هنضحك على بعض، كل واحد ليه طبيعة. فهنا عندكم الفرصة للتغيير والبداية، كل واحد في الحتة اللي مركز فيها. الشمس في برج السرطان طبعا في بيتكم الثامن عاملة قلق، ما السرطان مائي وانتوا ناري، ومية ونار، قلق وحوار. والبيت الثامن يعني احذروا الخلافات المالية مع أطراف تانية، الفلوس غيرت النفوس. ركزوا في الأمور القانونية والحكومية والقضائية، ما ينفعش فيها لأنها مضغوطة، فما ينفعش نأجلها أو نكسل أو نهمل فيها. في نفس الوقت اي تفاوض مالي او نقاش مالي او استرداد فلوس او سداد فلوس او شراكه ماليه، لازم تبقى عينيكوا في وسط راسكم، مركز انت وهو وهي. والمريخ طبعا في العذراء في بيتكم العاشر، السمعه والمكانه، عندكم الطاقه والحماس والنشاط والقدره انكم تظهروا، الكل يبص لكم باهتمام، يركز معاكم، تلفتوا الانظار ليكم بلبسكم، بشكلكم، بكلامكم، بتصرفاتكم. ودي اهم حاجه عندي، تصرفاتكم، ردود افعالكم هي اللي هتحكم. وارد تتعرضوا لمواقف صعبه، مواقف بايخه، رد فعلكم هو اللي هيفرق. هتتسرعوا، هتتهوروا، هتتعوروا، هتهدوا وتتصرفوا بحكمة، هتعدوا، هتوصلوا للي انتوا عايزينه. في امر عملي، في امر دراسي، في ايا كان ايه، حاجة تخص سمعتكم، مكانتكم، النظرة الايجابية ليكم، سواء من مديرينكم، موظفينكم، زملائكم، ايا كان مين، حتى لو جيرانكم. وبامر الله الامور العملية والصحية لسه فيها انفراجات، ما هو المشتري كوكب الحظ في برج الثور في بيتكم السادس، العمل والصحة. فندور في الامور العملية على الانفراجات، على الامور الصحية وانفراجاتها، ندور، ما نستناش الحاجة تجيلنا لغاية عندنا، واكيد ربنا هيكرمنا. طبعا الامور العائلية هي اللي بعافية شوية، زحل متراجع في الحوت عامل قلق بصراحة لينا كلنا، فخدوا بالكم من المشاكل العائلية، من الالتزامات المنزلية، مشتريات، اصلاحات، توضيبات، صيانات، عزال، انتقال، تأخير في امر ما، تأجيل، مشكلة عائلية، طوارئ. احذروا الامور العائلية، خلوا بالكم منها هي والمنزلية. اوفر اول تقريبا قلنا كل جزئية. نيجي بقى لكل يوم من الأيام بالتفصيل، يا قوس يا جميل انت يا جميل. والبداية بالجمعة والسبت 14 15 يوليو تموز والقمر في الجوزاء، بيتكم السابع، وهنا ده سلاح ذو حدين.
ما بين ان فرص لتحالف وتعاون وشراكة وزواج واي حاجة فيها طرفين تطلعوا مستفيدين، ما بين مشاكل ما بين الازواج اللي اصلا علاقتهم ضعيفة، ما الامر مواجه ليكم معاكس ليكم، فحضروا الضغوط في العلاقة الزوجية الضعيفة، الضغوط في العلاقة مع شريك العمل او المال لو اصلا في مشاكل في العلاقة او الشراكة. غير كده اي حاجة فيها طرفين يطلعوا منها مستفيدين، والازواج الحلوين فاهمين يناموا على البدر حبتين. يوم الحد والاثنين 16 و17 يوليو تموز القمر في السرطان بيتكم الثامن. هنا خلينا نقول الحد حماده والاتنين حماده تاني خالص او النبي، لان الحد هيبقى للقمر في بيتكم الثامن لسه الضغوط في الامور الماليه المشتركه، الضغوط مع شركاء العمل او المال، الضغوط القانونيه والحكوميه والقضائيه، وهوبا نيجي على يوم الاثنين ولاده القمر الجديد في برج السرطان. يا سلام يا سلام، ربنا ينتعه بالسلامه في مستشفى السرطان هنا في اول الشارع. ولاده القمر معاه حدث سعيد بالنسبه لكم في اموركم الماليه، استرداد فلوس، دعم مالي من اب من ام من اخ من اخت من زوج من زوجه من ابناء من اي حته، من قرض من عمل، المهم يجي قرشين، ممكن جمعيه. بس يوم 17 يوم الاثنين الاهتمام بالامور القانونيه والحكوميه والقضائيه، انفراجات فيهم او نجاح او مكسب، النجاح في الشراكات الماليه، في استرداد الفلوس او سداد الفلوس، في النقاش والتفاوض المالي بشكل عام. 3 4 5 18 19 20 يوليو تموز القمر في الاسد بيتكم التاسع. زي ما قلنا اللهم لا حسد، فرص لسفر عملي او ترفيهي داخلي او خارجي، فرص لتعاون مع اطراف تانية، وارد اجانب او ناس من بلدكم عايشين بره، وارد يكون في فرص لمشوار بعيد، اتصالات تجيلكم، ردوا على اي مكالمه وروحوا اي مشوار، وبامر الله تستفيدوا في الثلاث ايام دول في بدايه في امر جديد او تغيير امر ويكون سعيد. الجمعه يوم 21 القمر في العذراء في بيتكم العاشر، السمعه والمكانه ووضعكم العملي والاجتماعي والنظره الايجابيه ليكم، ابعدوا عن الشبهات وامشوا على النظام والتعليمات، ما تسيئوش لنفسكم بقصد او من غير قصد عشان ما فيش حاجه هتشفع لكم، واللي بيدور على العمل بيغير عمل بيثبت نفسه في عمل، عنده لقاء مقابله اي امر حساس استعدوا له بامر لا تعدوه، والله اعلم.